إنه وحش، إنه وحش. منزعج تماما ولا أصدق ما حدث هذه الليلة. ماذا قالت الفيفا والكاف بعد فوز المنتخب المغربي على أمريكا ومحرز يصدم حفيظ دراجي؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت سعيد بفوز المنتخب المغربي اضغط إعجاب على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1، ورغم الظلم الذي تعرض له المنتخب المغربي بعد أن احتسب الحكم البيرو ركلة جزاء غير صحيحة لصالح المنتخب الأمريكي، لكن جاء الشوط الثاني ليثبت أن المغاربة هم عرين الأبطال ومصنع الرجال في كل العصور، وسجلوا هدفين قبل انتهاء المباراة ليطمئنوا الجماهير المغربية. لكن المفاجأة كانت من تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انفانتينو، وأدلى بالتصريحات نقلها موقع بلاك سبورت السويسري منذ قليل، وقال أن المنتخب الأمريكي سيفوز على المغرب بعد انتهاء الشوط الأول وبعد أن سجل ركلة جزاء. فلاعيبة المنتخب الأمريكي يمتلكون قوة جسمانية وبدنية، وفي النهاية العقل المغربي استطاع التغلب وهزم غرور المنتخب الأمريكي. وسعيد بأن الكرة المغربية وصلت إلى العالمية، والمدرسة المغربية الآن تفوقت على البرازيلية والأسبانية. وأدلى رئيس الاتحاد الإفريقي موتوسيبي بتصريحات نقلها موقع أفريكا سبورت منذ قليل، وقال الكاف يبارك للجامعة الملكية المغربية على نجاح المنتخب المغربي، فهو المنتخب الإفريقي المتواجد حاليا في مباراة نصف النهائي بعد خروج كل المنتخبات الإفريقية من الدور الأول، فإفريقيا كلها تابعت المباراة أمس. وهذا النجاح أتى بعد جهد كبير من الجامعة الملكية المغربية، فهي وفرت كل الإمكانيات للاعبين، وصراحة اللاعبين قدموا كل شيء حتى يرفعوا علم المغرب. وقال موتوسيبي المغرب أنهت عصر الحضور المشرف في كأس العالم. وأدلى النجم الجزائري رياض محرز بتصريحات خطيرة نقلها موقع سعود سبورت منذ قليل، وقال أنا حزين جدا على تصريحات حفيظ دراجي وظهوره في مقاطع فيديو يشجع فيها المنتخب الأمريكي. وللأسف الإعلام الجزائري هو الإعلام العربي الوحيد الذي شجع أمريكا. وقال محرز سوف نرى هذا الإعلام المأجور يشجع فرنسا ضد المنتخب المغربي. وقال أنا قلتها سابقا أن المنتخبات المغربية أفضل بكثير من المنتخبات الجزائرية، فهذه الحقيقة التي يرفضها الإعلام الجزائري، وهذا سبب تأخر الجزائر في جميع المجالات. وفي النهاية لو أنت داعم ومحب للمنتخب المغربي أمام فرنسا لا تنسى الإعجاب على هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد.